السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غنهضر عليه في هذا القرار المفاجئ. أي واحد ما كانش كيتوقع أنه هاد الكأس الإفريقية غتكون من نصيب المنتخب المغربي، ولكن في هذا الفيديو غنحلل لكم هذا القرار، المستندات التي تم الاعتماد عليها، وهذا الشيء اللي غنقول في هذا الفيديو مبني على بعض المعلومات التي حصلت عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا في بعض تم الاعتماد أيضا على الذكاء الاصطناعي لتحليل هذا القرار الذي يعني أي واحد ما كانش كيتوقع الله أن كأس بعد شهرين من الاحتفال به في السنغال غيرجع للمنتخب المغربي. إذن قبل ما نبدا ما تنساوش تابوني في القناة ديالنا وتدعمونا وتشاركوا هذا الفيديو لتعم الفائدة. إذن المستند الذي عرضته هو بلاغ رسمي صادر عن الاتحاد الإفريقي طبعا، وبالتالي يعني ما كنتعاملش مع تسريبات أو تأويلات، بل مع قرار مؤسس ملزم داخل هرم كاف، وداخل يعني هذا القرار الذي صدر الآن يعني ملزم في جميع الأحوال بمجرد صدوره. إذا التحليل بدقة يدق ناقوس الخطر وحدث فعليا بعيد عن المبالغة أو القراءة الانفعالية. أولا، طبيعة القرار قلب كامل لتكييف القانون، حيث لجنة الاستئناف لم تعدل العقوبات. كيف ما شفنا أن لجنة الاستئناف لم تعد ما عدلش هذه العقوبات اللي تم إصدارها من قبل، بل قامت بثلاثة خطوات جذرية. أولا، إلغاء قرار اللجنة التأديبية بالكامل، يعني تم الإلغاء، وأصحاب القانون غيفهموا هذا الشيء. يعني التعديل أو الإلغاء كاين فرق، يعني حنايا في هذه محكمة الاستئناف تم إلغاء قرار اللجنة التأديبية بالكامل، ثم إعادة تكييف الواقع القانوني تحت المادتين 82 و 84 من قانون الذي المنظم لنهائية كأس إفريقيا. حاولت صراحة نحصل على هاد المادتين، ولكن غالبا كنحصل غير على المضمون ديالهم، يعني ما حصلتش على الصيغة القانونية ديالهم كما ورد في قانون نهائية كأس إفريقيا. ثم أيضا تحويل النهائي إلى خسارة اعتبارية، يعني الفورفي، هذا كيتسمى الفورفي. إذن هذا يعني أن الملف انتقل من سلوك غير رياضي قابل للعقوبة إلى واقعة تعادل انسحاب قانونيا. غنحاول نسرع شوية ما باش نطول عليكم هذا الفيديو. ثالثا أو ثانيا عفوا، النقطة الحاسمة أي المادة 84 اعتبرت أن الانسحاب أو ما في حكمه هذا الانسحاب اللي هو تطبيق المادة 84 هو جوهر القرار. إذا اللجنة لم تقل إن السنغال احتج فقط، بل اعتبرت أن سلوكه بلغ مستوى تعطيل أو رفض ضمني لاستمرار المباراة، وبالتالي يعامل كانسحاب قانوني حتى لو لم يكن انسحابا كاملا زمنيا. هذه أخطر صيغة ممكن دون إثبات تلاعب. ثم ثالثا، لماذا النتيجة اعتبرت 3 مقابل 0 للمغرب وليس إعادة المباراة؟ لأن اللجنة اختارت منطق حماية القاعدة إعادة الحدث، يعني إعادة المباراة تعني الاعتراف بأن الخلل تحكيمي أو تنظيمي، بينما الفورفي يعني تحميل المسؤولية لطرفين رياضي محدد اللي هو السنغال في هذه المسألة. أيضا رابعا، توزيع المسؤوليات، دقة غير عشوائية. القرار لا يبرئ المغرب بل يميز بين مستويات الخطأ، فمثلا السنغال خرق جوهري وبالتالي خسارة المباراة ب3-0، أما المغرب فهو مخالفة تنظيمية وسلوكية فقط، مثلا غرامات مخففة لجامع الكورات اللايزر الذي استعمل في النهائي، وغرامات الفار أيضا هي مؤكدة. ثم أيضا عقوبة السيباري مخففة تم تخفيضها. هذا تطبيق واضح لمبدأ عدم تماثل المسؤولية. وخامسا، النقطة الأخطر التي قد تفهم خطأ، اللجنة رفضت الطعن المتعلق بالفار رغم كل الجدل. الكاف لم يعتبر أن القرار التحكيمي نفسه فاسد،
بل اعتبرنا السلوك المحيط بالمباراة هو المشكلة لا القرار ذاته. إذا هذه نقطة مركزية تسقط كثيرا من السرديات. أيضا سادسا موقع القرار داخل مسار أكبر. هذا القرار يحقق توازن مؤسساتية دقيقة، بمعنى عقوبة قوية، سحب النتيجة دون المساس بشرعية البطولة، وأيضا دون فتح باب إعادة المباريات، أو بمعنى آخر أقصى ردع دون انهيار النظام، اللي هو عقوبة قوية اللي هي سحب النتيجة وإعطاء النقب للمغرب دون المساس بشرعية البطولة ومكانتها. سابعا، ما الذي يحدث الآن عمليا؟ الملف انتقل تلقائيا إلى مستوى أعلى، اللي هو محكمة التحكيم الرياضي، اللي أعلنت السيدة أنها ستلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية. ثم الطعن المتوقع من الصين يتركز على هل ينطبق مفهوم الانسحاب فعلا، هل العقوبة متناسبة، هل الإجراءات كانت سليمة. وهذا أمر طبيعي، يعني السينغال غدير الطعن في هذا القرار، اللي هو هل الفعل الذي ارتكبته يصل إلى حد الانسحاب أم لا، وهذا ما سيتم النظر إليه في المحكمة الدولية. إذا الحكم التحليلي النهائي، هذا القرار يؤكد أن المباراة لم تحسم داخل الملعب فقط، بل داخل منطقة الانضباط المؤسساتي، وهذا أعتبره أنا انتصار لقارة إفريقية لما تشهد منها من خروقات تحكيمية إلى غير ذلك. والخلاصة الصارمة، الكاف لم يقل إن المغرب كان أفضل، بل قال إن السنغال أخل بشرط أساسي للاستمرار في اللعب، وهذا أخطر نوع من الإدانة في كرة القدم، لأنه لا يتعلق بالأداء بل بشرعية المنافسة نفسها. إذا هذه خلاصة لتحليل هذا القرار الذي اعتمدته محكمة الاستئلاف الدولية، محكمة الاستئلاف الإفريقية، وبالتالي السنغال سوف تلجأ إلى المحكمة الدولية لما لها من شرعية أيضا وقرارات تأديبية أيضا، التي نتمنى أن تكون في صالح المغرب. إذن هذا هو التحليل. كنشكركم على المتابعة، وإلا عجبكم الفيديو ولا إلا ما فهمتوا شي حاجة في هذه النقط، لأنني حاولت أن ندير هذا الفيديو بعيد كل البعد على الفيديوهات السابقة التي كنا نشاهدها حاليا في هذا الحدث، هي تحليل سطحي فقط. حاولت أن أذهب بعيد ماذا شرعية أو ماذا القرارات التي اتخذتها المحكمة الاستئناف، وحاولت تحليلها مع مقارنة بالمحكمة الابتدائية التي تعتبر محكمة ابتدائية أي اللجنة الانضباطية. وكنت أتمنى إن شاء الله الخير لما قادم إن شاء الله، وما تنسوش متابعة القناة ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.